تخيل معايا صحراء واسعة جدا وشمس حامية وسكون يخوف وجبال ضخمة، مش بس جبال عادية، دي جبال متحولة لبيوت. الناس هنا كانوا بينحتوا الجبل بإيديهم، يعملوا قصور محفورة في الصخر نفسه. قوم ثمود. قوة ومهارة وحضارة، لكن في حاجة ناقصة: التواضع. ربنا بعت لهم نبي منهم، واحد عاش وسطهم وعارفينه كويس، سيدنا صالح عليه السلام. وقف قدامهم وقال: يا قوم اعبدوا الله، ما لكم من إله غيره. يعني ببساطة سيبوا الأصنام اللي بتعبدوها وارجعوا لربنا اللي خلقكم. في ناس منهم حست إن كلامه صح، لكن كبار القوم ما حسوش بده. قالوا له: إحنا كنا شايفينك عاقل، تيجي دلوقتي تقول لنا نسيب دين آبائنا؟ العناد بدأ والتكبر كبر أكتر. قرروا يحرجوه قدام الناس، شاوروا له على الصخرة، وكانت ضخمة جدا في الجبل، صخرة مستحيل حد يكسرها. وقالوا له: لو انت صادق عايزين ناقة تطلع من الصخرة دي قدام عينين، مش بس ناقة، لا، ناقة كاملة وضخمة وحامل كمان. كانوا متأكدين ان ده مش هيحصل. الناس اتجمعت حوالين الصخرة مستنيين يشوفوا، وفي وسط الصمت اللي كانوا فيه، وفجأة الأرض بتهتز جدا والصخرة بتبدأ تتشقق، وصوت تكسير قوي، والصخرة بتتفتح وتخرج منها ناقة حقيقية كبيرة وواضحة قدام الكل. لحظة محدش يقدر ينساها. سيدنا صالح قال لهم: دي ناقة الله، لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. يعني يوم تشرب هي من البير لوحدها، واليوم التاني يشربوا هم، وكانت في اليوم اللي تشرب فيه تديهم لبن يكفيهم كلهم. يعني كانت نعمة مش عبء عليهم. لكن المشكلة عمرها ما كانت في الناقة، المشكلة كانت في الكبر. الكبر بدأ يشتغل. كل ما يشوفوا الناقة يفتكروا إنهم كانوا غلط. كل ما الناس تحكي عن المعجزة مكانة الكبار كانت بتقل. فقالوا: إزاي نسيب ناقة تتحكم في حياتنا؟ إزاي نعترف إن صالح كان صح؟ وبدأوا يخططوا. وفي ليلة هادية وصوت ريح خفيف، مجموعة من الرجال اتفقوا وقرروا ينهوا الموضوع، وفي لحظة قتلوا الناقة. المعجزة اللي خرجت من الصخور ماتت على إيديهم، والأصعب إن باقي الناس سكتوا، والسكوت ساعات بيبقى ذنب. سيدنا صالح قال لهم بهدوء: تمتعوا في بيوتكم 3 أيام، يعني قدامكم 3 أيام بس. اليوم الأول الخوف بدأ يدخل قلوبهم، اليوم التاني قلقهم بدأ يزيد، اليوم التالت السما بقى شكلها غريب، والهوا بقى تقيل، وسكون كأنه قبل العاصفة. وفجأة الأرض اتهزت كلها، والجبال نفسها اهتزت، وفي لحظة انتهى كل شيء، وماتوا كلهم مرة واحدة في بيوتهم المحفورة في الجبال. اللي كانوا فاكرينها الأمان بقت قبورهم. القصة دي مش بس عن الناقة، عن الإنسان لما يتكبر، لما يرفض الحقيقة عشان كبرياء، ولما يطلب دليل، ولما الدليل يجي بيرفضه. ربنا اداهم فرصة واضحة، لكن هم اختاروا العناد. يعني ما هلكوش عشان ما شافوش المعجزة، لكن هلكوا عشان رفضوا يعترفوا بيها. المشكلة عمرها ما كانت في قلة الأدلة، لكن في قسوة القلوب. لو عجبك الفيديو اشترك في القناة وسيب اللايك، واستنى فيديوهاتي اللي جاي.